الصف الخامس الابتدائي حبايبي، احنا دلوقتي موعدنا مع حل امتحان محافظة الجيزة، واتفقنا مع بعض ازاي نستفيد من الامتحان. ادي هو الامتحان، وادي يا مستر يحيى الاستفادة اللي احنا استفدناها من الامتحان. تعالوا مع بعض الاول نحل، وبعد كده نشوف احنا استفدنا ايه من حل امتحان محافظة الجيزة. افكركم اهم حاجة في الدنيا تدخل يا مستر يحيى حاجة اقل حاجة 15-20 امتحان عشان تضمن التفوق وتجيب اعلى الدرجات. يلا مع بعض مش هنضيع وقتنا. زي ما عودنا حضراتكم ان اول سؤال في الامتحان هو سؤال الاستماع، وده يا مستر يحيى سهل جدا وبسيط، بسمع واعمل سيركل. طيب تعالوا نشوف السؤال اللي بعديه يا مستر يحيى. choose the correct answer، اختار الاجابه الصحيحه. هنا عندي a big person. احنا اتفقنا مع حضراتكم يعني ايه كلمه big person. big person معناها شخص ضخم. الشخص الضخم هو giant، عشان كلمه giant معناها عملاق. اتكررت في الامتحان اللي فات يا مستر يحيى. we are eating fruit from the tree and احنا بناكل، صح يا مستر يحيى، fruit فاكهة from the trees من الأشجار and sitting وبنقعد in their shade. احنا الشجرة ربنا خلقها لنا بناكل منها fruits فواكه، وسيتنج بنقعد في الظل بتاعها in shade. in ايه؟ shade. يبقى رقم 2 shade. in my school boys and girls were. في المدرسة يا مستر يحيى بتاعتي البويز الأولاد وجيرلز البنات were بيلبسوا يا مستر يحيى يونيفورم. يونيفورم معناها زي رسمي. طبعا بروح المدرسة، طبعا حبايبي بنروح المدرسة احنا بنلبس يا مستر يحيى زي رسمي يونيفورم. بلبس ايه؟ يونيفورم. too many note from the cars can cause pollution. ايه ده؟ حاجة طلع، حاجة جاية من العربية بتسبب لي pollution التلوث. طبعا حاجة اسمها emissions. ومعلش طبعا الطالب بتاعنا كان هو حليلها، فانا برضه بقول له انت اجابتك صح. emissions. emissions معناها الانبعاثات اللي هي الدخان اللي طالع من العربية بيلوث البيئة بتاعتنا. طيب وجينا دلوقتي يا حبايبي بقى على السؤال read and complete the text. ابدأ بقى اقرأ وكمل القطعة بتاعتنا. نقرأ القطعة كلها للآخر يا جماعة. اوكي. I am جميلة، أنا اسمي جميلة، ممكن أقولها am جميلة. last summer الصيف اللي فات I went to أسوان with my. أنا رحت الأسوان with my family. طبعا أنا رحت مع family، أقول له برافو عليك. ذهبت إلى أسوان مع عائلتي. we saw one of the Nuat village. احنا خدنا قبل كده تعبير اسمه Nubian villages، يعني قرى نوبية. يبقى ده يا مستر يحيى تاني واحدة اللي هي القرى النوبية. the house were not with different color. لا اقول له انت حليت دي غلط بقى، انا اقول له the houses المنازل were decorated. يعني المنازل يا مستر يحيى decorated. يعني ايه كلمة decorated؟ decorated معناها متزينة. المنازل متزينة with different colors بألوان مختلفة. we saw the elephant island. ايوه طبعا elephant island تعبير مهم جدا اسمه جزيرة الفيلة. we saw احنا شفنا the elephant island جزيرة الفيلة. it was fantastic place. جزيرة الفيلة ده كان مكان رائع يا مستر يحيى. طيب ماشي يا مستر. تعالوا مع بعض بقى السؤال رقم 4 بيقول لي read the text. اقرأ القطعة and answer the questions. وابدأ بقى جاوب على الأسئلة. طيب تعالوا مع بعض كده نشوف القطعة الجميلة ديت يا مستر يحيى اللي هي السهلة بإذن ربنا تعالى. هنا أول حاجة بيقول لي choose the text is about. هي القطعة بتتكلم على إيه؟ الولد حاطط لي a fun day. طب تعالى كده نشوف يا باشا، ده في اول السطر بيقول لي a fun day، يبقى على طول اقول له صح، اجابتك صح يا حبيبي، a fun day. a fun day. طيب هنا the girls يعني معناها البنات. the girls يعني البنات. sang some. اكيد طبعا البنات في عندي sang songs معناها بتغني اغاني، اقول له طبعا صح، اجابتك صحيحة 100%. هنا عندي حاجة اسمها summarize the text in one sentence. خد بالك من كلمة summarize، ده معناها لخص.
خد بالك من دي، لخص القطعه في 1 sentence. يعني هقرا القطعه واشوف القطعه بتتكلم عن ايه. ولو انت دلوقتي، انا اسف في الكلمه، بعرفتش تحل السؤال ده، هات من القطعه اول جمله وهات من القطعه اخر جمله. هو دوت التلخيص بتاع حضرتك. احنا لسه يا مستر يحيى في برايمري 5. طيب تعالى مع بعض بقى نبدأ نشوف. عندي السؤال الجميل هو سؤال الترتيب. لا لسه يا مستر يحيى في السؤال رقم 4 ان هو بيقول لي when، صح؟ when did you finish your fun day؟ امتى انت نهيت او امتى خلصت اليوم الجميل؟ خد بالك ان when ده احنا قلنا معناها متى، انا بسأل بيها عن الزمن. احنا قلنا يا حبايبي ان كلمة وين معناها متى، بسأل بيها عن الزمن، يبقى لازم في الإجابة أنا أحط له إيه؟ زمن. When did you finish your fun day؟ إمتى خلصت الفان داي؟ طيب تعالى كده مع بعض كده يا مستر يحيى. We spent a nice time، صح؟ At 4 o'clock we finished our fun day. يا مستر يحيى ده حاطط لي at ووقت، حاطط لك حضرتك ايه ده؟ حاطط يا مستر يحيى، يا مستر يحيى حاطط لي at ووقت at 4 o'clock. يبقى هنا طبعا يا مستر يحيى طالما حاطط لي كلمة when معناها متى، انا بسأل بيها عن الزمن، فانا هقول له at واحط له كلمة 4 واحط كلمة o'clock. في مشكلة في الكلام ده؟ انا كده بحل صح. انت وانت بتحل بتعلم لنفسك. هنا لقيت when فحطيت زمن، هنا لقيت summarize فرحت لخصت القطعه بتاعتك. يا جماعه الاسئله سهله جدا وبسيطه باذن ربنا تعالى. طيب تعالوا مع بعض بقى للسؤال الترتيب. هنا هبدا باي، صح؟ هادي اي ده فاعل، عايز فعل هقول اي ايت، انا باكل. او خلينا معلش يا مستر يحيى اي لايك تو، هقول اي لايك تو، انا احب ان ايت اللي انا اكل. اكل ايه؟ eggs and cheese، واللي يعكسها صح. اللي يقول لي eggs and cheese واللي يقول لي cheese and eggs الاتنين ايه؟ صح. يبقى I like to eat eggs and cheese. طيب السؤال اللي بعديه حاطط لي سؤال are. هي الار يا مستر يحيى هتاخد ايه؟ are there. are ايه؟ are there any، هل يوجد اي oranges؟ are there any oranges in the basket؟ in the basket، هل يوجد أي برتقان في الباسكت؟ are there any oranges in the basket؟ صح؟ طيب صح الأخطاء بقى يا مستر يحيى بالراحة كده. الوي خدت دونت قالت لك أنا عايزة فعل فين؟ في المصدر. طب هو حط لي مين؟ هاز. لا خلي بالك، لو عايز المصدر من هاز قول له هاف. هقولها تاني يا مستر يحيى واستخدم فيها دول مختلف بقى عشان دي مهمة. تعالى لي يا صديقي، تعالى لي. هنا بيقول لي دونت، صح؟ دونت دي يا مستر يحيى بيجي بعديها فعل فين؟ انا عارف ان كلمة دونت ديت اهي بيجي بعديها فعل في المصدر. اقول له دونت هاز ولا دونت هاف؟ لا ركز في الامتحان، دونت هاف. ماشي. هنا حاطط لي وير وحاطط لي يو، احط فعل مضاف له اي ان جي، يعني احط دو زي ما هي واحط لها اي ان جي، عشان في عندي حاجه اسمها واز او وير وفعل مضاف له اي ان جي. تاني في عندي حاجه اسمها واز او وير وفعل مضاف له اي ان جي. طيب السؤال هنا بيقول لي ايه؟ What did you do yesterday؟ اجي عند السؤال ده اقول لك ادخل على قناه، اكتب كده على اليوتيوب كده يحيى المصري، يحيى المصري بالعربي كده التعليميه، هتلاقي كل البراجرافات، هتلاقي كل الايه البراجرافات بطريقه جميله جدا على فكره. ماشي كده؟ طيب تعالى بقى يا مستر يحيى، احنا دلوقتي يا مستر حلينا امتحان محافظه الجيزه، انا استفدت ايه؟ لا تعالى لي بقى، استفدت ايه؟ ده احنا استفدنا حاجات كتير. تعالى لي بقى اقول لك الاستفاده. استفدت، حفظت حضرتك ان كلمه جاينت ده كان اسمه كشكول مستر يحيى. الكشكول ده مهم جدا يا جماعه، اسمه كشكول مستر يحيى باذن ربنا تعالى. جاينت معناها عملاق. يعني ايه عملاق؟ عملاق ده معناها a very big person، معناها شخص ضخم. صح انا غلطان كده؟ تعالى بقى يا مستر يحيى، لو انا عندي تري شجره، انا عرفت الشجره دي انا ايت فروت، انا باكل منها فاكهه. مش بس كده، ده انا سيتنج ان شيد، ده انا كمان بجلس في الظل بتاعها. شيد، حفظت ان كلمه شيد معناها ظل.
صح يا مستر يحيى؟ من الامتحان بتاع محافظة الجيزة انا استفدت يا مستر يحيى ان في عندي حاجة بسميها يا مستر يحيى emissions. emissions معناها انبعاثات، يعني الانبعاثات دي اللي هو الدخان، يعني الحاجات اللي هي ضارة للبيئة، الحاجات اللي بتعمل لي air pollution، تلوث الهواء. الحاجات دي جاية منين؟ جاية from cars. يعني ايه كلمة كارز؟ كلمة كارز معناها العربيات، يبقى الايميجنز جاية من الكارز. ماشي يا مستر يحيى. انا went to اسوان، انا ذهبت الى اسوان. رحت الى اسوان مع مين؟ with my family. انا عرفت في امتحان محافظة القاهرة هو انت رحت الى اسوان with my family يعني مع الاسرة بتاعتي او مع العائلة بتاعتي، صح؟ طيب عرفت برضو يا مستر يحيى من امتحان محافظة القاهرة the houses were، المنازل كانت decorated. كلمة decorated معناها متزينة. لما نيجي كده نقعد نزين في المنازل اقول ايه؟ the houses were، المنازل كانت decorated. عرفت يا مستر يحيى ان في عندي حاجة اسمها the elephantine island. جزيرة الفيلة. جزيرة الايه؟ الفيلة اسمها ايه؟ the elephantine island. حافظها، مهمة عشان امتحان محافظة الجيزة عايز يقول لك انت عارفها ولا مش عارفها. one of the Nubian villages، واحد من اللي هي القرى النوبية. Nubian villages، صح كده؟ طيب حافظ بقى يا مستر يحيى ان في عندي حاجة اسمها sang some songs. في عندي حاجة اسمها sang بيغني songs بيغني اغاني. سؤال القطعة استفدت ان في كلمة summarize، ان summarize ده معناها لخص. لما يجيب لحضرتك سؤال القطعة summarize ده بيقول لك لخص. دايما التلخيص ده هيبقى اول سطر من القطعة. عرفت في السؤال بتاع محافظة الجيزة لما الراجل يديك when، ان when دي معناها متى، لازم في الاجابة تحط له زمن. انت استفدت الحتة ديت ان when معناها متى، لازم احط زمن. استفدت في سؤال الترتيب لما اجي ارتب لازم ابدا، لو هي جمله عاديه يا مستر يحيى لازم ابدا بسبجكت، وبعد السبجكت فيرب، وبعد الفيرب اوبجكت، يبقى سبجكت وفيرب واوبجكت، صح كده؟ استفدت اللي انت في جمله اسمها I like to eat، انا احب ان اكل، وخد بالك ان بعد like to بحط فعل في المصدر. like to eat بحب ان انا اكل eggs and cheese. عرفت لما احط are في اول الجمله معناها هل، واحط في الاخر علامه الاستفهام. are there any oranges in the basket؟ are معناها هل، وخد بالك ان any ديت معناها اي، اللي هي بتيجي في السؤال والنفي. اول ما اقول لك any قول لي لا استنى بقى يا مستر يحيى، ده any بتيجي فين؟ في السؤال والنفي. عرفت ان انا عندي فعل اسمه has وهاف وهاد. لو انا حطيتهم لك قدام عينيك كده وقلت لك انا عايز المصدر، هتقول لي ايه؟ المصدر هاف. المصدر ايه؟ هاف. عشان لو انا قلت لك لايك تو هتقول لي هاز، لا، لايك تو عايزه فعل في المصدر، ومستر يحيى قال لي المصدر هو هاف، يبقى لايك تو هاف. بسألك سؤال كده يا جميل، المصدر من هاز هاف، الفعل في المصدر من هاد هاف. افتكرت ان في زمن اسمه الماضي المستمر، اللي هو بيعبر عندي عن فعل حصل في زمن الماضي اثناء فترة زمنية محددة. امبارح الساعة 5، امبارح بالليل، ده ماضي مستمر بيتكون من was ووير وفعل مضاف له ing. الماضي المستمر بيتكون عندي يا مستر يحيى من ايه؟ بيتكون من was ووير وفعل مضاف له ing. قلت لك ان الواس بتيجي مع المفرد اللي هي الاي والهي والشي والات والاسم المفرد. قلت لحضرتك ان وير بتيجي مع الجمع. مين هو الجمع؟ اللي هو اليو والوي والزي، اسمه ماضي مستمر. يا نهار ابيض، شفت من امتحان محافظة الجيزة رجعت على حاجات قد ايه؟ دي الاستفادة بقى يا مستر يحيى. يلا عايزين ندخل بقى على حل الامتحان رقم 3. اوكي، استناني في الامتحان اللي بعديه يا حبيبي. السلام عليكم.